ليه في ناس بتنجح بهدوء من غير ضجيج وفي ناس تفضل تحاول سنين ومفيش نتيجة؟ الفرق مش في الذكاء ولا في الحظ، الفرق في الحاجات الصغيرة اللي بتتعمل كل يوم، وده بالظبط اللي بيتكلم عنه كتاب نجاحات عظيمة يومية لستيفن كوفي. الفكرة الأساسية، الكتاب بيقول فكرة واحدة واضحة: النجاح مش حدث كبير، النجاح عادة يومية. احنا دايما مستنيين اللحظة الكبيرة، السنة الجديدة أو الوظيفة الجديدة أو الدخل الكبير، لكن الحقيقة حياتك بتتشكل في الأيام العادية جدا اللي ما فيهاش أي حاجة مميزة. ومن تجربة الكاتب بيقول أغلب التغيير الحقيقي حصل لما التزم بحاجات بسيطة مش لما اتحمس فجأة. الدرس الأول: النجاح يبدأ من الداخل. كوفي بيأكد أي نجاح خارجي لازم يسبقه نجاح داخلي. لو طريقة تفكيرك غلط حتى لو حققت إنجاز هتحس إنك تايه. اسأل نفسك: أنا شايف نفسي إزاي؟ ضحية ولا مسؤول؟ أول خطوة في النجاح إنك تتحمل مسؤولية حياتك كلها. الدرس التاني: الانضباط أقوى من الحماس. الحماس حلو بس مش مضمون، كلنا بنبدأ متحمسين بس قليل اللي بيكمل. الناس الناجحة مش خارقين، هم بس بيعملوا اللي لازم يتعمل حتى وهم مش عايزين، وده فرق بسيط بس نتائجه ضخمة. الدرس التالت: الاستمرارية أهم من السرعة. مش مطلوب منك تغير حياتك في شهر، المطلوب إنك ما توقفش. قرأت 10 صفحات يوميا أقوى من قراءة كتاب كامل مرة واحدة وبعدين توقف. خطوة صغيرة في كل يوم بتساوي نجاح حقيقي. الدرس الرابع: من غير قيم واضحة ممكن تنجح بس في الاتجاه الغلط. كوفي بيقول: اسأل نفسك مش بس هتوصل لإيه، لكن هتوصل إزاي. النجاح اللي يكسرك من جوه مش نجاح. التطبيق العملي: ممكن نجرب تطبيق بسيط جدا، نختار عادة واحدة، رياضة أو قراءة أو تطوير مهارة، اعملها يوميا مهما كانت بسيطة. اسأل نفسك كل يوم: هل اللي عملته النهاردة يقربني من الشخص اللي عايز أكونه؟ لو عملت كده 30 يوم مش حياتك بس اللي هتتغير، انت نفسك هتتغير. ستيفن كوفي بيقول: النجاح ليس شيئا نصل إليه بل شيئا نمارسه يوميا. والنجاح مش محتاج بطل، محتاج إنسان ملتزم. لو عجبك الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة، دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا إننا نكمل.